الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، البغي مرتعه وخيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. وأحيانا تظهر عقوبة البغي في حينها، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون. ومن ذلك ما توعد به الرئيس الأمريكي النصراني الصليبي ترامب، أنه إذا لم يطلق سراح الأسرى اليهود الذين هم في غزة قبل أن يتولى السلطة سيحرق الشرق الأوسط ونحو ذلك. وإذا بربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم نارا في ولاية كاليفورنيا، مدينة لوس أنجلوس، أحرقت ما أحرقت من المدينة، فأصبح كأمس الدابر. ووقع الحريق في الجزء الذي هو للمسؤولين وللممثلين، لا سيما المعروف بهوليود، بل يذكرون أنها أغلى عقار في العالم كان في هذه المنطقة التي أحرقها الله. عجزوا عن إطفائها بالطيران بالطفايات الحريق، كانت آية من آيات الله. وهذا البغي الذي تقوم به إسرائيل هذه الأيام على غزة وعلى بقية الفلسطينيين سيأتي جزاؤه وتأتي عقوبته. قد بغوا على عيسى عليه السلام ومن إليه، ثم سلط الله عليهم حتى غدوا في الناس متخفين. وكذا بغوا على أنبيائهم، على زكريا وعلى يحيى ومن إليهم، وسلط الله عليهم بختا صر، سامهم سوء العذاب، واستخدمهم واستعبدهم. وهكذا سلط عليهم هتلر بسبب بغيهم. وهذا البغي الذي يقومون به من القتل والتدمير وغير ذلك مما ترون وتسمعون وتلحظون سيأتي جزاؤه بما تشفى به قلوب المؤمنين ولا بد. لذلك في آخر الزمان الحجر والشجر. يقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله، لشدة بغيهم حتى الحجارة لا تسترهم والأشجار لا تمنعهم. نعم عباد الله. وقد مضى من البغي الشيء الكثير لما كان الاتحاد السوفيتي انتشار الاشتراكية وانتشار الشيوعية، كم قد بغوا، كم قد طغوا. بعد ذلك بدد الله الاتحاد السوفيتي وذهب إلى مزبلة التاريخ بخزاياه وبرزاياه وببغيه. وهكذا ما يفعله النصارى، يجعل الله بينهم الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبغي أمريكا. كل هذا البغي الحاصل في هذه الدنيا جزاؤه سيكون في الدنيا وجزاؤه في الآخرة، فلا يستبطي المبغى عليه الانتقام، فهو حاصل لا محالة. وإنما يبتلي الله عز وجل من أراد أن يبتلي من عباده، ويختبر من أراد أن يختبر من عباده. والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. وهكذا كم لله من وقائع زمانية وفي قديم الزمان تجد أن البغاة يصيبهم الذل والهوان والحرمان والهلاك. وذلك ما حصل قديما لفرعون حين بغى واستكبر وعتى وتجبر، أهلكه الله ومن معه من قومه. ويذكرون أيضا أنها في مرة من المرات صنع البريطانيون سفينة عظيمة كبيرة، والذي صممها بحيث
تقاوم أشد الأمواج وأعتى العواصف والأحوال. يسمون هذه السفينة بالتيتانيك، ويذكرون في تصميمها أنها إذا قدر وتكسرت تنفصل إلى 3 سفن، بحيث يسلمون من الغرق ويسلمون من العطب. وحين انتهي من صناعتها أعلنوا إعلان عظيم في بلاد بريطانيا، وهي في تلك الأيام يعني تعتبر الدولة المسيطرة على كثير من العالم، حتى قيل في شأنها الدولة التي لا تغرب عليها الشمس. المهم حين ركب القبطان في تلك السفينة أخذه الكبر والبغي والتجاوز، وقال مقالته المشؤومة التي أتت عليه ومن معه، قال: هذه السفينة لا يستطيع فيها حتى الرب، أو بمعنى كلامه. ركبها علية القوم، الوزراء والتجار والأصحاب الوجاهات، في أول رحلة متجهة إلى أمريكا. كانت في عهدهم أضخم سفينة صنعت إلى هذا الوقت، ما هي إلا أن خرجت وإذا بها تصطدم بجبل جليدي. يذكرون أن المكان ما كان فيه جبال أصلا، لكن الله لا يعجزه شيء، وبدل أن تنكسر وتتفرق بالطريقة التي صنعها الصانع انقسمت إلى نصفين، وغرق منهم المئات، ولم ينقذوا إلا العدد اليسير بسبب البغي. البغي مرتعه وخيم. لذلك على المرء أن لا يقع في هذه البلية. ربما تكون غنيا بسبب البغي في ليلة تصبح فقير أو تمسي فقيرا، صحيحا في لحظات تصبح سقيما، كثيرا في لحظات تصبح قليلا، قويا في لحظات تصبح ضعيفا. بغي. جهز الألمان جيشا عرمرما قويا يغزو بلاد الإسلام، فصاروا سيرهم ومروا على الأناضول اللي هي تركيا الآن، من أجل أن يدخلوا منها على بلاد الشام، لأنهم لو ركبوا البحر يحتاجون إلى سفن كثيرة. وبينما هو في أبهته وعسكره وشدته مر على نهر، فقال لأصحابه: نغتسل. فاغتسل في ذلك النهر فخرج محموما، فكان فيه حتفه. ثم بعد ذلك تفرق الجند، قتل من قتل وهزم من هزم، وما وصل إلى البلاد الشامية إلا عدد يسير تلقاه المسلمون فأفنوه وأنهوه. البغي ما يأتي بخير أبدا. جاء في الحديث: لا تبغي ولا تك باغيا، ما يأتي بخير. وفي مرة من المرات اجتمع الأوروبيون أيضا على غزو بلاد الإسلام، وكان فيهم من ملوكهم من قد عرف بالشراسة والقوة والمكنة، وجمعوا فوق 600,000، وبعضهم يقول 400,000، لكن عدد كبير جدا. ودعوا أبناءهم ومدنهم وأهاليهم بنية عجيبة تدل على كبر وتطاول واعتزاز بالنفس. قالوا: ندخل إلى بلاد الشام، من هناك نتفرق. 100,000 نرسلهم على العراق وما إليها، و100,000 نرسلهم على مصر وما إليها، و100,000 في الشام وما إليها، و100,000 نوجههم إلى اليمن، و100,000 إلى الحجاز ومكة وهذه المدن. المهم قسموا تقسيم من يظن أن لا ينهزم، لكن البغي ما يصبح صاحبه بخير ولا يمسيه. بينما هم على هذا الحال، والدولة الإسلامية في أشد ما يكون من التمزق والضعف والتشذرم، والخلافة حالتها حالة، لم يبقى مع الخليفة إلا الاسم،
قليل من الجواري وقليل من العبيد بس، وشوية حامية تحمي الخليفة بس. وإذا بأمير من أمراء السلاجقة الأتراك من أهل الإسلام، معه 20,000 مقاتل، قرر التصدي لهذا الجيش، فمضى في طريقه وسبيله. قرب الجيشان، بل الجيش المسلم لا يسمى جيشا أمام هذا العدد الكبير، لكن الثقة بالله لدى المسلمين والبغي لدى الكافرين هو الذي حسمت به النتيجة. قال لأصحابه: قربنا من العدو وترون نحن عبارة عن 20,000، وجيش العدو قريب 600,000، وأنا لا أريد أن ألزم أحدا بالمضي معي، من أحب أن يمضي مضينا، ومن أحب أن يرجع رجع. رجع منهم 8,000، بقي معه 12,000. والتقى الجيشان وكل يعد العدة، وظن أهل الكفر والإجرام وعباد الصلبان أنها ما هي إلا جولة ساعة، وانتهوا من هذا العدد ومضوا لشأنهم. فشاء الله عز وجل لهم بهزيمة لم تقع ربما مثلها بهذا العدد وهذا العدة. المهم قال رحمه الله البرسلان لأصحابه: لا يفعل أحد إلا كما فعلت. ترون عدد الجيش وترون عددنا. المهم قال: بسم الله الله أكبر، وانطلق. وهم انطلقوا خلفه كالسهم الواحد. الجيش الأوروبي جاءه مثل ما يقول عندنا العقرة، عقر في مكانه، ما يدري ايش يفعل من هذا الهجوم الذي خرج عن طور القتال. وإذا بهذا السهم يستمر حتى وصل إلى وسط الجيش، في المكان الذي قد اجتمع فيه الأمراء والوزراء والقادة، فأفناهم وحصدهم وأتى عليهم. عند ذلك الجيش البيزنطي يفر والمسلمون خلفه حتى حجز بينهم الليل، وانتصر أهل الإسلام في معركة لو قرأتها تتعجب كيف هذا النصر، ولكن هو الظفر من الله والهزيمة لأهل البغي. وذكروا في هذه القصة أن واحد من المسلمين مسك الملك الأوروبي الكبير الذي هو قائد هذه الحملة، وجعل يمر به على الناس: من يشتري هذا، من يشتري هذا، من يشتري هذا. ما أحد رضي يشتري، عبد. خرج ملك الملوك في أوروبا ورجع عبد. فقال له بعض المسلمين من باب النكاية: تبيعه مني بكلب؟ قال: بعتك والكلب أفضل منه. فقال البرسلان: لا، نرده إلى قومه. فردوه إلى قومه فتلقوه وسملوا عينيه وعذبوه أشد ما يكون من العذاب وقتلوه. قالوا: أفنيت النصارى بفكرتك المشؤومة. هكذا البغي يأتي على أصحابه إما في الحال وإما في المآل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه من البغي. ولنا عبرة في الحوثيين حين بغوا على أهل دماج. كان أهل دماج مساكين، في ضعف، في قلة، في حاجة، لكن بغى عليهم مستقويا بعدته وعتاده وحاصرهم، والحمد لله وقع ما وقع، واتخذ الله من شاء شهيدا ومن شاء جريحا، وهجر من هجر، ثم جاء الجزاء. سلط الله عز وجل على الحوثي التحالف العربي، ضربوه، بدل ما كان يحارب مجموعة من الناس حاربوه، وما زال في ذله. وإن كان هو يظن أنه ما زال له هيلمان له، لا أبدا. والله لولا أن سياده من اليهود والنصارى يدافعون عنه ما يمسي ليلة، وإلا بغيه يركسه، بغيه يهزمه، بغيه يهينه،
بغى على طلاب علم، بغى على قبائل، بغى على المسلمين، أخذ أموالهم، شردهم، فعل ما لا يفعل وما زال إلى الآن. لكن هذا البغي قد رأينا مغبته، وسنرى المغبة العظمى حين يهزم الرافضة شر هزيمة كما هزم النصيرية في سوريا. انظروا إلى بغي النصيرية 52 سنة وهم يظلمون وهم يقتلون وهم يعذبون الناس في سوريا، وحين شاء الله عز وجل زوال بغيهم في 11 يوما وإذا بهم يرجعون في ملكهم كأمس الدابر، ويسلط على البغاة من ينكل بهم، من يهلكهم، من يفعل بهم بنفس صنيعهم. وهكذا حسن نصر الله عليه لعان الله، كم بغى على اللبنانيين، كم قتل، كم عذب، كم أفنى، كم آذى، وفي آخر المطاف سلط الله عليه اليهود الذين هم غرسوه وهم زرعوه، سلطهم الله عليه فأفنوه وأفنوا من إليه. بالبيجر فقط فوق 4000 صار مقطوع اليد أو مبتور أو أعور، وصاروا في ذلة وحقارة. وهكذا كم تذكر من القصص الكثيرة التي جعل الله عز وجل فيها العبر والآيات على البغاة. يا أخي رب باغي يأخذ أرضك ما يستمتع بها، أرض ما يستمتع بها، ورب باغ يعني عليك بيده ما عاد يستمتع بها، بوظيفته ما عاد يستمتع بها. والله محيط بهؤلاء، محيط بالعالمين، فكيف بالبغاة المتجاوزين المتكبرين المتغطرسين؟ على المسلم أن يكون بعيدا عن البغي وعن ما يؤدي إلى البغي من الكبر، من العجب، من الغطرسة، من الظلم، لأن الله عز وجل محيط بهؤلاء، ومن أحاط الله به قصمه وأركسه وهزمه وأذله وأقصاه وأخزاه. الله عز وجل يرضى الإسلام والعمل بالإسلام. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. على كل مسلم أن يتخذ العبر من هذه الأحداث التي نراها في أزمنتنا هذه، أو العبر التي تقرأ في كتب التاريخ، فإن الله عز وجل قد جعل فيها معتبرا. فما من دولة قامت على البغي إلا وأركسها الله، وما من شخص قام على البغي إلا وأذله الله، وما من إنسان تطاول وبغى بماله إلا سلب منه ماله، بجاهه إلا سلب منه جاهه، ويعود حقيرا ذليلا. ذكروا أن رجلا في البرازيل كان يعتبر من مليونير، وفي يوم من الأيام دخل في مطعم مع بعض زملائه أصحابه، وكان لا يراجع من كبره وبغيه، لا يراجع، وإذا بالقرصون أو هذا النادل أو ايش يسموه الذي يوزع الطعام، يعني يسقط عليه الكوب بدون قصد، يعتذر منه، قال أبدا، يلتمسون منه ويحاولون أبدا. في آخر المطاف قال إلا بشرط يطرد هذا من العمل، يطرد من العمل، فقالوا يطرد من العمل. المهم بعد أيام وصل والعامل ما زال في المطعم، فقام من كبره واشترى العمارة بكاملها واشترى المطعم من أجل أن يتوصل إلى طرد هذا العامل. وطرد ذلك العامل، ما هي إلا أيام يسيرة، وأصحاب المخدرات أخذوا ابنته وعلموها الإدمان ثم قتلوها، وإذا به يصاب بالجنون ويصبح في المزابل ما حوله أحد. فمن بغى بماله
أركسه الله به، ومن بغى بجاهه أركسه الله به، ومن بغى بالكثرة أركسه الله بها، ومن بغى بسلاحه أركسه الله به. لا سلامة في الدنيا والآخرة إلا بالبعد عن البغي، وأما مع البغي لا سلامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجزاء من جنس العمل. على الناس أن يتقوا الله عز وجل، إياهم أن يبغوا على غيرهم. لا تبغي على زوجتك لا تبغي عليه، ولدك لا تبغي عليه، جارك لا تبغي عليه، صاحبك لا تبغي عليه، قريب بعيد عامل عدو صديق، لا تبغي على أحد. البغي ممنوع حتى على الأعداء، وإنما بقدر إساءتهم يساء إليهم، ومع ذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول الله عز وجل: أما التجاوز والبغي هذا مفسد ومقلق ومتعب ومهلك ومركس. خوارزم شاه هذا كان رئيس وملك البلاد الإسلامية في قوتها، لا سيما البلاد الشرقية. دخل مجموعة من تجار الصين إلى بلاد المسلمين للتجارة، اشترى منهم المسلمون ثم جحدوهم، فحاولوا في خوارزم شاه من إليه فما التفتوا إليهم، فرجعوا إلى بلادهم وأخبروا ملكهم، فقام ملك الصين الكافر، استمع، الكافر، بمراسلة خوارزم شاه على أن ينصف أصحابه، فأبى أن ينصفهم. فعند ذلك هجموا، هذا الذي نسميهم المغول والتتر، هجموا على البلاد الإسلامية بسبب هذه المظلمة، بسبب هذا البغي من بعض تجار المسلمين، فما زالوا يفعلون في المسلمين الأفاعيل حتى أفنوا دول. أتوا على بخارى وترمذ ونيسابور، وكم أهلكوا وكم أحرقوا وكم دمروا. أتوا على بغداد وكم أحرقوا وقتلوا وفتنوا، بل أغرقوا الكتب. أتوا على الشام وما سلم المسلمون إلا بعد أن وصلوا الشام، قريب غزة الآن، ولولا أن الله تدارك المسلمين بحكمة قطز، حكمته، وإلا قال بعضهم خلاص ننتظرهم حتى يدخلوا مصر ونحاربهم. قال إذا دخلوا مصر انتهت البلاد الإسلامية، نخرج لهم إلى الشام، أطراف الشام. فخرج وتلقاهم في عين جالوت وهزمهم الله وسلم الله بعد ذلك. فانظر إلى بغي مجموعة من التجار ماذا فعل بالناس. ربما يقول القائل كان يعطوهم 1000 دينار، 1000 درهم، ربما بغى عليهم بشيء يسير، لكن البغي مرتعه وخيم، البغي مرتعه شديد، البغي مهلك مفسد مقلق. ربما يأتي على دولة ولا يدري الناس كيف ذهبت هذه الدولة. البرامكة كانوا في عهد هارون الرشيد قد تمكنوا من البلاد والعباد، حتى كانوا هم الوزراء وهم أصحاب الأموال وهم أصحاب التجارات وهم أصحاب الرأي. لا تكاد تذهب منطقة إلا وتجد برمكيا. ما بقي مع هارون الرشيد إلا الخلافة. الشأن كله للبرامكة، حتى الشعراء يثنون على البرامكة ويمدحون البرامكة. ومن يقول يذكر البرامكة وإذا بها في ليلة وضحاها يصبح البرامكة في السجون من غضبة من هارون الرشيد. أصبح البرامكة في السجون. ما السبب؟ ما أحد يدري. بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا،
ويذكرون أن هارون الرشيد يقول لو أعلم أن زراري هذا يعلم لنزعته. لكن الشاهد من ذلك أن جعفر البرمكي يقول ليلى لأبيه وهم في السجن: يا أبتي ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه الآن؟ قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل، دعوة مظلوم سرت بليل، لعله وقع بغي على شخص، على طائفة، على مجموعة، بسبب هذا البغي أذل البرامكة وذهبت دولة البرامكة. وكم هي القصص الكثيرة المنتشرة في البلدان. فما يسلم في هذه الدنيا ويسلم في الآخرة من معرة هذه البلية إلا من سلم من البغي، سلم من الظلم. حتى وإن ظلم سينتقم الله منه، سينتقم الله له. إن ظلم سينتقم الله له، إن بغي عليه سينتقم الله ممن بغى عليه. فلذلك أحذر المسلمين جميعا من التجاوز على الغير، سواء كان التجاوز بالقول أو كان التجاوز بالفعل، سواء كان التجاوز في الأموال أو التجاوز في الأنفس أو التجاوز في الأعراض، فإن ما خرج عن حده صار بغيا، والبغي مرتعه وخيم وجرمه جسيم وعقاب الله عليه أليم. صدام حسين بغى على الكويت، قفز عليها، والعراق دولة، كان العراق يذهب أي دولة في العالم وأموالهم لها قيمتها والعراق له قيمته. بعد ذلك أذل حتى شنقوه سبب البغي. كنا تألمنا على أن الذي قام بشنقه الرافضة والنصارى، تألمنا من شنقه، تألمنا من قتله، تألمنا من غزو أمريكا للعراق، لكن كان سبب ذلك البغي على دولة الكويت في حينها، سبب ما سبب إليه، ووقع من البلاء ما تشاهدونه إلى الآن. فرب بغي يجر إلى ظلم كثير، نسأل الله السلامة والعافية. وأصحاب العدل وأصحاب الإنصاف وأصحاب الهدى وأصحاب التقى يسلمهم الله، ينصرهم الله، يحفظهم الله، يدافع الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله لو أخذنا بهذه الآية العظيمة فسيكفيكهم الله، البغاة الظلمة المتكبرون المتطاولون المتجاوزون، فسيكفيكهم الله وهو السميع لدعائك، السميع لرجائك، السميع لتوسلك، السميع لكل ما يقال فيك أو يقال عنك من الباطل من التجاوز، العليم بحالك إن كنت من الصالحين، تستحق النصر، تستحق الدفاع، تستحق التمكين، تستحق العون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، التزموا هذا الطريق، اهتدوا لأنفسهم ولصلاح غيرهم. وإن تولوا عن الهدى فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله عز وجل كافي عباده ما يهمهم وما يؤذيهم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذو انتقام، ينتقم من البغاة، ينتقم من المتجاوزين، ينتقم من المتكبرين، ينتقم من المتغطرسين بأهون ما يكون من الانتقام. جاء عامر بن الطفيل عليه لعائن الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهدده ويقول له: لك المدر ولي الوبر، يعني لك المدينة ولي الجميع باقي الجزيرة العربية،
والنبي صلى الله عليه وسلم يترفق به وهو يهدد، قال لأملأنها عليك خيلا جردا مردا، قال لئن وليت ليعقرنك الله، لئن وليت ليعقرنك الله. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية الفاسدة لكثرة رجاله، لكثرة أبطاله، لكثرة سيوفه، لكثرة من إليه، ولكن قال ليعقرنك الله. ما هي إلا ليلة وليلتين وإذا بها تطلع له حبة مثل الصنفور في رقبته. نزلوه يعالجوه عند امرأة عجوز، رأى الموت يأتيه، قال أموت عند امرأة عجوز، حملوني على خيلي. حملوه، مات وهو يمشي، يعني بغي. انظر كيف عقره الله سبحانه وتعالى بسبب بغيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين. وهكذا ذلك الرجل الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال له، قال للرسول ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو؟ فتعاظم الرجل السؤال، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فادعوه إلى الإسلام. ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربك الذي تدعو إليه من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو؟ فتعاظم عليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فادعوه إلى الإسلام. فبينما هو في طريقه إليه وإذا بربنا عز وجل يرسل صاعقة تحرقه تقتله تفنيه، وأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الكيد، شديد المكر، شديد القوة. والواحد يتقطرص يرى نفسه في كما يقال في السماء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه عبارة عن مذاكرة يسيرة في قصص البغاة حتى نكون على حذر، وإلا فكم هي القصص الكثيرة. لمن يقرأ في التاريخ يجد العجب العجاب. هكذا المختار بن أبي عبيد، يعني أصحاب الكوفة بغوا على الحسين بن علي رضي الله عنه وقتلوه، سلط الله عليهم المختار بن أبي عبيد، بغى عليهم وقتلهم وأفناهم، حتى إذا انتهى منهم وتجاوز ببغيه سلط الله عليه مصعب بن الزبير فقتله وقتل من معه وأفناهم، حتى أنه في يوم واحد قتل منهم 7,000 سلموا أنفسهم إليه، 7,000 جيش كامل. لكن الخذيلة قالوا نسلم أنفسنا إليك، قالوا تنزلوا على حكمي، قالوا ننزل على حكمك. بعضهم قال لا تسلم نفسك إليه سيقتلك، لكن إذا أراد الله الخذيلة الإنسان خذله، فنزلوا إليه على حكم مصعب بن الزبير فحكم بقتلهم أجمعين أكتعين أبصعين، حتى أنه رحمه الله دخل إلى مكة يعتمر أو يحج فوجد عبد الله بن عمر فسلم عليه، فقال لعبد الله بن عمر أعرفتني؟ قال نعم. كيف لا أعرفك وأنت قتلت 7,000 واحد في يوم واحد من يقول لا إله إلا الله. بعضهم كان من كان على عقيدة المختار ما تنفع لا إله إلا الله، لأن المختار ادعى النبوة كذاب، وإن كان من المغفلين المغرر بهم. لكن الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه تعجب من صنيعه، وكم هي الأحداث والوقائع الكثيرة 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 التي وقعت في الزمن الماضي ووقعت في الزمن الحاضر وستقع في الزمن المستقبل. وآخر الوقائع بغي الدجال، يبغي الدجال على المسلمين ويتشردون في الشعاب والأودية ويفرون من الدجال، ينزل الله له عيسى بن مريم من السماء يقتله، ولو تركه حين رآه لانذاب كما ينذاب الملح في الماء، ولكن يأبى الله إلا أن يذوق الفاجر المجرم قتله من عيسى عليه السلام. ثم يبغى يأجوج مأجوج
يبغون بغيا كبارا، بغي عظيم، ثم يسلط الله عليهم النغف، يقتلون بالنغف. ما هناك قوة تستطيع في قتلهم، تستطيع في مواجهتهم، يسلط الله عز وجل عليهم النغف فيموتون كموت نفس واحدة، وبعد ذلك يأخذهم الله حيث أخذهم بالطيور التي تنقلهم إلى البحر، وينزل الله عز وجل مطرا لا يكونه بيت حجر ولا وبر، ستصبح الأرض زلقة وتعود في الأرض بركتها بعد ذهاب البغاة. إذا ذهب البغاة صلحت البلاد وصلح العباد. ذكر في الحديث أن يعني الحب الرمان تكفي المجموعة من الناس، والقحف حقها يجلس فيه المجموعة من الناس، وهكذا يعني اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، والغنم تكفي الفخذ من الناس. يعني ناقة واحدة تطعم قبيلة يشربون من لبنها، بقرة واحدة من فضل الله عز وجل حين يذهب البغاة. فإذا ذهب البغاة صلحت الأرض، وإذا وجد البغاة لحق الأرض الضرر الكثير. ولذلك بعد ذلك يقبض الله أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا البغاة ممن لا يقول الله الله، أصحاب البغي الكبار بالشرك والإلحاد عليهم تقوم الساعة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من يليه، وأن يكون حذرا من البغي ومما يؤدي إلى يعني البغي، يكون حذرا من البغي ومما يؤدي إلى البغي. وإذا بغي عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله. البغاة استعان عليهم بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. فادعوا الله يا أخي سلمك من كيد البغاة، وأن يكفيك شرهم، وأن يبور مكرهم. وربك عز وجل قريب مجيب سميع، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكفي المسلمين البغاة، وأن يبور مكرهم، وأن يدفع شرهم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.